رحيل علي معلول عن النادي الاهلي سببه الاداره ولا مارسيل كولر ولا ايه سببه؟ مبدئيا كده قبل ما نتكلم، الكل عارف ان السبب الاساسي هو مارسيل كولر، هو الاساسي في رحيل وعدم تجديد علي معلول واستبعاده من القائمه وكل الكلام ده كله. لكن تعالى اما افاجئك واقول لك ان السبب الاساسي هو كابتن محمود الخطيب بنفسه. طبعا ده كمفاجاه ليك، محتاجين نبدا نتروى مع بعض شويه ونعيد الكلام من الاول ونشوف القصه دي بدات ازاي ومشيت ازاي. مبدئيا كده البدايه مع اصابه علي معلول بقطع فطر اكيليس في نهائي دوري ابطال افريقيا في مباراه الترجي اللي اتصاب فيها الموسم اللي فات، وبالتالي الموسم اللي احنا حضرناه اللي فات ده كله تم تجديد موسم لعلي معلول وهو مصاب. ينتهي الكلام ده في الوقت الحالي، يعني كده الموسم اللي جاي هو اللي ما اتجددش. تمام. وبالتالي سيبك بقى انه اتجدد له او ما اتجددلوش في الموسم اللي فات، لكن بعد عوده علي معلول من حوالي 4 شهور تقريبا مع كولر مع النحاس مع خوسيه ريبيرو في كاس العالم للانديه تم استبعاده من القائمه. تمام. يعني باختلاف المدربين الثلاثه استبعاد نفس اللاعب لايا كانت الظروف ايه، يبقى هنا السبب مش عند المدربين ولا عند اللاعب، واضح ان السبب انت تفهمه براحتك. وبالتالي بعد استبعاد مارسيل كولر لعلي معلول انتشرت الاخبار على ان عدم التجديد راجع لمارسيل كولر وتقريره ان علي معلول اصبح مستواه متدني ولا يصلح للجبهه اليسرى. وهنا بدا النادي الاهلي يعوض الجبهه اليسرى باي حد. شفنا فيها يحيى عطيه الله ما قدمش المستوى المطلوب منه، يحيى عطيه الله نجم الوداد المغربي وصاحب الخبرات الافريقيه ولعب مع منتخب المغرب قبل نهائي كاس عالم قطر 2022 لم يقدم المطلوب. كوكا لعب لم يقدم المطلوب. كريم الدبيس شويه كويس وشويه لا. عمر كمال عبد الواحد لم يقدم المطلوب منه سواء هنا او في اي جبهه اخرى، وبالتالي كمان خارج الاعاره او البيع. وكمان خالد عبد الفتاح والعش كل دول لم يقدموا رجل واحده من علي معلول في الجبهه اليسرى. وبالتالي ليه ما كانش علي معلول يكمل معاك في كاس العالم؟ ليه؟ تفتكر علي معلول لو كان في كاس العالم كان الوضع بقى غير؟ تفتكر ضربه الجزاء بتاعه تريزيجيه كان لو علي معلول كان موجود كان هو اللي صدر ليها ولعبها؟ تفتكر له كده الهدف في ريال مدريد من ضربه جزاء سجلها في تيبو كورتوا؟ فعلي معلول مش شويه، علي معلول افتكر له كده لما كان ما بيلعبش نهائي دوري ابطال افريقيا كان تقريبا الاهلي بنسبه 90% خسران النهائي ده، نهائي 17 و18 ضد الترجي والوداد. علي معلول ما حضرهمش وخسرناه. 20 21 لعب وكسبناهم، 22 ضد الوداد من مباراه في ملعب واحد وازمه الملعب بتاع النهائي في مركب محمد الخامس ما حضر، هو ده اللي خسره تقريبا. فده كان ليه ظروف طبعا وخطابات ومش خطابات واخفاء خطابات وكلام من ده. فبالتالي بعد كده حضر لحد نهائي 23 و24. فبالتالي المقصود ان علي معلول وجوده مش مجرد لعيب قوي فقط، لا، علي معلول روح ونبض للفريق، قائد للفريق من غير الشاره زي ما قلنا قبل كده. طبعا بعد كده الجمهور صار على السوشيال ميديا وبداوا يعملوا حملات ضد واحد زي مارسيل كولر، زائد كمان الاجتهادات الصحفيه بدات تطلع في ان مارسيل كولر هو السبب، مارسيل كولر هو اللي استبعد علي معلول، مارسيل كولر هو بالتالي سبب عدم التجديد لعلي معلول لعدم حاجته اليه بالفريق بسبب تدني مستواه. وهنا الكابتن محمود الخطيب ساب مارسيل كولر للجمهور بدون تحديد الحقيقه الكامله او معرفتهم بالحقيقه الكامله او انه يعرفهم ايه هي الحقيقه الكامله واللي هنيجي ليها كمان شويه. وبالتالي هو ليه ساب الجمهور ياكل في واحد زي مارسيل كولر بسبب علي معلول؟ لانه عارف ان الجمهور بيحب علي معلول وما ينفعش يطلع يقول ان الاداره او تحديدا كابتن محمود الخطيب هو سبب عدم التجديد لعلي معلول. وبالتالي هنا اللي حصل ايه؟ وكابتن محمود الخطيب هو السبب ازاي؟ كابتن محمود الخطيب كل اللي عمله انه لما حصل تجديد لعلي معلول مع الاداره لقوا انه علي معلول طالب مبلغ كبير مبالغ فيه شويتين بالمقارنه بالسنوات الماضيه، فبالتالي احالوا الموضوع كله لكابتن محمود الخطيب اللي عمل جلسه مع علي معلول واتكلم معاه في التجديد وقدم له بنفسه عرض رسمي. رفضوا علي معلول وتمسك بالفلوس اللي هو عاوزها والمبلغ والراتب اللي هو طالبه، وده ادى الى زعل الكابتن خطيب ما عملوش اعتبار في قعدتك معايا او ما يشابه ذلك. فبالتالي كابتن محمود الخطيب ساب علي معلول مع كولر مع الجمهور، كل واحد يفهم على مزاجه. التكهنات الصحفيه تجيب في ناحيه، باجتهادات للجمهور توصل باي ناحيه. المهم ان الموضوع يكون بعيد عن ان الاداره هي السبب في عدم تجديد علي معلول والموضوع يبعد عن الاداره تماما.
وهنا بقى تم تصدير فكره ان علي معلول رفض التجديد للنادي الاهلي، النادي الاهلي قدم عرض فعلي معلول رفضه، فاصدر بيان انه مش مكمل مع الاهلي، فالتزم الاهلي الصمت، فخلصت القصه على هذا الاساس. وبالتالي الهدف او السبب الرئيسي في عدم التجديد لعلي معلول رقم واحد الفلوس، رقم اثنين عدد الاجانب اللي خلى الاداره عايزه تتخلى عنه بسبب عدم توافر مكان لاجنبي. وبالتالي بعد عرض المسائل اللي فاتت دي كلها وبعد العرض اللي شرحناه لك ده كله، تفتكر علي معلول كان لازم يجدد ولا لا؟ علي معلول اللي برجل واحده احسن بكتير من كل البدائل اللي كانت موجوده وخصوصا في كاس العالم. تفتكر علي معلول اللي لو كان موجود في مباراه الافتتاح امام انتر ميامي كان هيتصدر هو لضربه الجزاء ويسجلها ولا يعمل فيها ايه؟ وعلى الاقل لو ما سجلهاش فعلي معلول هو اساسا المسدد الاول قبل وسام ابو علي في النادي الاهلي، وسجل قبل كده في مرمى تيبو كورتوا امام ريال مدريد. فالراجل مش مجرد باك شمال قوي او لعيب مميز، وانما هو روح النادي الاهلي.